الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بالقرآن، ألا بذكر القرآن تطمئن القلوب. هذا التفسير الأول. القرآن أقول لك الأدلة اللي القرآن اسمه ذكر كام آية كده. ربنا قال إنا نحن نزلنا القرآن ولا إيه؟ نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه، سمى ذكره. وقال وإنه لذكر لك ولقومك ولسوف تسألون. ربنا سمى القرآن إيه؟ ذكر. يبقى العلماء معاهم حق لو قالوا كده ولا لا؟ معاهم حق. طيب، فيكون المعنى الآية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بالقرآن، ألا بالقرآن تطمئن القلوب. صح يا عبده؟ بالله عليك، ألم تجد السكينة وأنت تسمع القرآن وأنت تتلو القرآن؟ روح اقعد كده واسمع الشيخ المنشاوي ولا البنا كده، اقعد كده بالراحة كده واسمع الناس الطيبة دي، والله نفسك تهدى. صح؟ تهدى على طول. روح جرب كده وشوف قلبك هيعمل ازاي. بل من العجائب يكون العلماء من يسمع القرآن يشعر بطمأنينة وسكينة وإن لم يفهم المعاني. يعني ده من أغرب حاجة في القرآن. يعني أنت ممكن تسمع آية مش فاهم فيها حاجة، مش فاهم لها تفسير، بس تهدى برضه. قلبك يهدى برضه، قلبك يطمن. طب أقول لك اللي أعجب من كده، والله الكفار اللي ما بيعرفوش اللغة العربية لما بيسمعوا القرآن بيهدوا وبيسكتوا. وتيجي تكلمه ولا تيجي تكلمه وأقول لك أنت فاهم حاجة؟ أقول لك لا مش فاهم. طب أنت إيه؟ أقول لك ما أعرفش. ده مش كلام البشر، ده كلام مش البشر، وما بيعرفوش لغة عربية. والله ده بيحصل. شوف القرآن بيأثر إزاي على حين نتدارس القرآن في بيت من بيوت الله. ايه اللي بيحصل؟ النبي قال تغشانا الرحمة وتتنزل علينا ايه؟ السكينة عادي، وتهرب الشياطين من المكان. اقول لك على حاجة، ان سر السعادة التي نشعر بها في رمضان اننا جميعا عدنا للقرآن. هذا هو الاصل الاول، والله هذا هو الاصل الاول في تغييرك في رمضان، ان انت بقت بتسمع قرآن كتير وبتقرأ قرآن كتير، طبعا مع الصيام. خلاص، ان كل حرف في القرآن يبدد مخاوفنا ويذهب ضعفنا. كيف يشعر قلبك وانت تقرأ مثلا أليس الله بكاف عبد؟